السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إليكم أبرز عناوين أخبار اليوم. الأسد الذهبي، أشرف حكيمي يتربع على عرش أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، إنجاز تاريخي. لاعبان مغربيان في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا. تصريح مثير، مدرب رينجرز يفاجئ حمزة أجمان برسالة خاصة. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديد الأخبار العالمية والمغربية. الأسد الذهبي، أشرف حكيمي الأفضل في إفريقيا لهذا العام. يواصل النجم المغربي أشرف حكيمي حصد الجوائز الفردية، مؤكداً قدرته على منافسة كبار نجوم اللعبة. توج حكيمي بجائزة الأسد الذهبي لعام 2024 في استفتاء أجرته صحيفة المنتخب المغربية بمشاركة 41 إعلامياً وخبيراً رياضياً. هذا التتويج يعد الثاني من نوعه للاعبي المنتخب المغربي بعد أن ناله حارس الأسود ونادي الهلال السعودي ياسين بونو سابقاً. جاء فوز حكيمي بهذه الجائزة بعد تألقه مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب الأول والأولمبي، فقد ساهم الموسم الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، والسوبر الفرنسي، إضافة إلى وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مع المنتخب المغربي قاد حكيمي الأسود لتحقيق العلامة الكاملة في تصفيات إفريقيا، بالإضافة إلى قيادة المنتخب الأولمبي لحصد برونزية الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية. في الاستفتاء تفوق حكيمي على النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم نادي أتلانتا، والمغربي سفيان رحيمي مهاجم نادي العين الإماراتي. جاء إشادة من الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على منصة إكس الذي علق: مبروك لأشرف حكيمي فوزه بجائزة الأسد الذهبي 2024 كأفضل لاعب إفريقي لهذا العام. لاعبان مغربيان في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلانتا. في خطوة تاريخية، استدعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبين مغربيين لمباراة ريال مدريد ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا. اللاعب الأول هو إبراهيم دياز المعروف لدى الجماهير المغربية، أما المفاجأة فكانت استدعاء اللاعب المغربي الآخر يوسف أنريك الخديم لتعويض غياب الفرنسي فيرلاند ميندي المصاب. خلال تصريحاته أشاد أنشيلوتي بمستوى يوسف الخديم قائلاً إنه يتمتع بالنضج الفني الذي يجعله مستعداً ليكون جزءاً من الفريق الأول، واعتبر أن انضمام الخديم يمثل إضافة نوعية لتشكيلة ريال مدريد. مدرب رينجرز يشيد بحمزة أجمان. أشاد فيليب كليمنت مدرب فريق رينجرز الإسكتلندي بالأداء الذي يقدمه المهاجم المغربي حمزة أجمان هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي. ساهم أجمان في قيادة فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على روس كاونتي ضمن الجولة 16 من الدوري الإسكتلندي. في مؤتمر صحفي عقب المباراة قال كليمنت: تحدثت مع أشخاص في المغرب قبل التعاقد مع حمزة، وأكدوا لي أنه موهبة كبيرة. وأضاف: إنه أمر لا يصدق كيف تكيف أجمان بسرعة رغم عدم معرفته باللغة الإنجليزية. ورغم البداية الصعبة لأجمان، إلا أنه رفع رصيده إلى 5 أهداف في 14 مباراة مع رينجرز بالدوري الإسكتلندي ودوري المؤتمر الأوروبي. الرجاء الرياضي يصل بريتوريا استعداداً لمواجهة سان داونز. وصلت بعثة نادي الرجاء الرياضي صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق ماميلودي سان داونز ضمن الجولة 3 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. جاءت الرحلة بعد التعادل المخيب أمام مانيما يونيون الكونغولي في الجولة السابقة بنتيجة 1-1، ويحتل الرجاء المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة ريال سوسيداد تعي القيمة التي أضافها الدولي المغربي نايف أكرد للفريق منذ انضمامه إليه الصيف الماضي، بفضل شخصيته القيادية وقدرته على قراءة اللعب، ما جعل النادي الباسكي يبدأ دراسة خيارات لإبقائه في صفوفه، رغم غياب بند يتيح له شراء عقد اللاعب بشكل مباشر من ناديه الأصلي ويست هام يونايتد. وأشارت صحيفة فيتشاجز الإسبانية إلى أن ويست هام يونايتد يدرك أهمية أكرد وقيمته السوقية المتزايدة، ما دفعه لوضع سعر مبدئي قدره 50 مليون يورو للتفاوض على انتقاله. وتابع التقرير ذاته أن ريال سوسيداد قد يجد نفسه في وضع صعب لإقناع ويست هام يونايتد بالتخلي عن اللاعب نهائياً، خاصة إذا استمرت الأندية الأوروبية الأخرى في مراقبته عن كثب. وأشار المصدر نفسه إلى أن التأثير الكبير الذي أحدثه أكرد في تشكيلة الفريق الإسباني يظل عاملاً محفزاً للإدارة الباسكية لبذل أقصى جهودها للحفاظ عليه، سواء من خلال التفاوض مع ويست هام على شراء عقده أو تمديد فترة إعارته. توج الدولي المغربي أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني أمس ضمن فعاليات حفل جوائز جمعية اللاعبين المحترفين لكرة القدم على صعيد اليونان PSAPP 2024 بأثينا. وقال الكعبي في كلمته عقب تسليمه الجائزة: شرف كبير لي التتويج بهذه الجائزة، وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى أسرتي، وخصوصاً زوجتي وفريقي والمدرب والطاقم التقني والطبي وكل أفراد عائلة أولمبياكوس. وتابع الهداف المغربي: تألقي هو ثمرة عمل جماعي، وأنا أعمل بجد دائماً من أجل التسجيل، ولكن الفضل يعود أيضاً لزملائي في الفريق وللمدرب، وأتمنى أن نواصل في نفس المنوال هذا الموسم أيضاً. وبصم الكعبي على موسم استثنائي العام الماضي سواء في اليونان أو أوروبا، حيث قاد فريقه أولمبياكوس لتحقيق أعظم إنجاز في تاريخه بالفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو أول لقب أوروبي في تاريخ كرة القدم اليونانية على مستوى الأندية. وشارك الكعبي الموسم الماضي في 50 مباراة مع أولمبياكوس في جميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفاً، وساهم ب3 تمريرات حاسمة.